السلام عليكم. يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وعافية إن شاء الله. في أحد المتابعين الكرام كاتب كده، عنده مشكلة كبيرة أوي. هو دايما عنده إحساس بالذنب تجاه الآخرين وتجاه ناس معينة، ومش عارف يخرج من الموضوع ده، وأذيه أوي، وهم يعني بيشتغلوه. فخلينا نمسك الجزئية دي كده ونحللها سوا مع بعض، وفي الآخر هنقول له كده على الحل البسيط، لأن الموضوع ده اوريدي كان عندي في يوم من الأيام، وقدرت أعالج كده حوالي 85% منه. بتبقي كده حاجة بسيطة بس جاية في الطريق إن شاء الله يعني. فخلينا نتكلم مع بعض. جلد الذات هنعتبره مرض. الإحساس بالذنب أو جلد الذات هنعتبره ده اسم مرض. أول حاجة، ده مرض بياكل فيك كده وانت فاكر انك انت لما بتنفذ طلبات او بتنفذ المراد للغير او الى اخره، ان دي اصالة كده وجدعنة، وخصوصا لما الغير يكون اصلا بيشتغلك، ويكون ان هو يعني بيمثل كويس قوي، بيصدر لك شكوى مظبوطه واموره بخير، اموره بخير وعلى اعلى مستوى. بس يعني انت بقى بتفتكر ان ده جدعانه واصاله. الحقيقه مش كده. الحقيقه انك انت بتهد كل حاجه حلوه فيك كده لناس بيصدروا لك النكد، وهم بيستمتعوا بحياتهم. دي مشكله كبيره قوي. وخلينا نقول ان جلد الذات ده ليه اضرار جسيمه عليك انت شخصيا. اول ضرر واخطرهم ان هو بياكل في صحتك وفي هيبتك. بياكل في صحتك وفي هيبتك اللي محدش مهتم بيهم غيرك وشريك حياتك مثلا. فالضغط العصبي المستمر من شكواهم الكذابه باستمرار بيتحول عندك لامراض حقيقيه كده بتسكن في جسمك كده وتدمر مستقبلك. طاقه سلبيه جباره خلاص تتملكك. دي اول حاجه. تاني ضرر، انت بتخسر جاذبيتك كده ووقارك مع اهلك وفي بيتك. بتلاقي نفسك كده مهمل في شكلك وهندامك وصحتك، عشان دماغك مشغولة في رفاهية ناس تانية ما بيشبعوش. وبتحرم شريك حياتك ان كنتوا تعيشوا في سلام من غير اي ضغوط من بره جايالك، ان الضغوط دي بتأثر على حياتكم في البيت. في جملة كده لازم تفكر بيها نفسك باستمرار: اللي يجي على نفسه عشان يرضي لئيم بيخسر نفسه، واللئيم بيفضل ذميم. فجلد الذات ده بيخليك انسان ضعيف قدام تمثيليات وقدام افلام بتتعمل قدامك. وبدل انت ما تصرف طاقتك كده وبتخلصها يعني مع شريك حياتك، مع فسح، مع خروجات، مع تشوف حياتك، تشوف عمرك اللي بيتسرق منك، لا بتصرفها يعني في حاجات مع ناس اوريدي هم مدلعين نفسهم بس في السر. من عيوب الموضوع ده كمان انه ده بيخليك دايما في حالة اعتذار، في حالة اعتذار عن اي لحظة راحة ليك انت، وكأنك انت يعني سارق الصحة دي من بقهم هم. وده بيقتل السكينة في عيون اهل البيت عندك، اللي شايفينك بتضيع قدامهم. جلد الذات بيخليك تنسى نفسك وتنسى ان العمر بيعدي وانت مش حاسس. وبدل ما تبني ذكرى حلوة كده مع شريك حياتك في كامل هيبتك ومنور كده، لا، بتبني جبل من الندم على سنين ضاعت انك ترضي ناس كده ما بيفرحوش ليك ابدا، لا، لمصلحتهم فقط. ودايما بيداروا عنك كل خبر حلو، كل حاجة تسعدك، كل حاجة تفرحك، كل حاجة ان هم يصدروها لك ان هم بقوا مبسوطين وبقوا سعداء، ويصدروا لك الاشياء التانية اللي هي دايما فيها تعاسة وفيها عشان يحركوا الجزئية اللي احنا اتفقنا عليها. جلد الذات ده بيحولك لخادم لرفاهية غيرك.
وبدل ما تكون سيد قرارك بتبقى رهن مكالمة تليفون فيها شكوى كدابة تقلب لك كيانك وتقلب لك يومك، وتخليك تهمل في حق مثلا بدنك وحق شريك حياتك اللي ربنا هيحاسبك عليه. الوجع الحقيقي مش في الطلبات مثلا، لا، ولا في الماديات. الوجع انك انت كنت مستني كلمة حنية من القلب، او نظرة خوف عليك حقيقية على صحتك. انت لقيت قلوبهم حجر للأسف، وانت يعني حابس نفسك في سجن اسمه جلد الذات، مع مرض اسمه جلد الذات. والناس دي هي اللي ماسكة الكرباج للأسف، وبيضربوك كده بدم بارد، بيعرفوا يكربكوك ازاي. الحكاية عمرها ما كانت نقص إمكانيات، لا، الحكاية إنك أنت بتدفع ضريبة من شبابك ومن نفسيتك لناس بارعين في تصدير الهم والنكد، ومستخسرين فيك حتى إنهم يقولوا لك يا عم ارحم نفسك، يا عم خد لك يومين كده من قلبك، وياخدوك من ايدك ينزلوك يودوك يجيبوك، يشوفوا حلمك ايه، يشوفوا كان نفسك في ايه، عايز تعمل ايه، ايه اللي كان نفسك في حياتك يحصل لك وما خدتوش وربنا ما أرادش. يعني هم دايما بيحاصروك بالشكوى المستمر عشان يفضلوا محسسينك انك مقصر، لان هم لو ادولك كده صورة وردية عنهم يبقى خلاص هم ارتاحوا، يبقى كده يبقى انت خلاص ما مش يعني خلاص مش هتشوفهم انك انت احساس بالذنب هيموت خلاص. وفي نفس الوقت بيخفوا عنك اي حاجة حلوة عشان قلبك ما يبردش، وتفضل دايما تجري في سيئة كده وتحاول ترضيهم. انت بتتحول فعلا لشخصية كده بتحاول ترضي همومهم بأي طريقة، وهم مش فارق معاهم، والله العظيم مش فارق معاهم حتى السواد اللي تحت عينيك ولا الوجع اللي في ظهرك، المهم مصلحتهم وبس. الابتزاز العاطفي ده اللي حصل ده خلاك تنسى انك انت انسان من حقك تعيش مرتاح البال انت وشريك حياتك، وليك طاقة يعني سحبوها كلها بسبب المشاكل دي كلها. انت بتموت نفسك عشان ترضي ناس الشكوى عندهم ده اكل عيش، ولو وقعت قدامهم من التعب ومن الارهاق ولا حصل لك اي حاجة او الكلام ده كله هيديك كلمة رضا كده في نص الكلام يعني يرضيك وخلاص، ويكمل على الاساس بتاعه، هو في تارجت انتهى لغاية لما يقضي عليك. انت لو وقعت فعلا قدامهم من التعب بالعكس ده هيشتكوا انك انت عطلتهم، مش انك انت تعبان ولا موجوع، لا. المشكلة انك بتنسى ان صحتك وهبتك دول امانة، وبدل بدل ما تصونهم وتصون صحتك وهبتك لبيتك ولأسرتك ولشريك حياتك ولنفسك، لا، انت بتقدمه لهم كده قربان كده لناس ما بيشوفوش غير نفسهم غير مصلحتهم. الوجع بجد هو انك تضيع احلى سنين عمرك وتعيش مهموم كده ومطفي عشان تشتري خاطر ناس يعني مدلعين نفسهم في السر وسايبينك انت للهم. يعني انت وظيفتك بس فقط للهم والمشاكل، لكن الدلع والرفاهية هم. آن الأوان باشا تفهم ان قيمتك مش في انك يعني تخلص على عمرك عشانهم، لا، قيمتك في سلامك وصحتك اللي بتضيع في تمثيلية نكد ملهاش آخر أبدا. ارحم نفسك، العمر اللي بيضيع في إرضاء اللي بيشتكوا ويداروا الفرحة مش هيرجع تاني، وكل دقيقة انت بتقضيها في جلد ذاتك هي دقيقة مسروقة من شبابك ومن حق شريك حياتك اللي شايل معاك الشيلة بجد من غير تمثيل. انت يعني كنت متوقع من الدنيا تبقى عاملة ايه بخصوص الناس دي؟ انت دايما بتخش بقلب ابيض في اي مواضيع زي كده وعندك حسن نية، فانت متوقع انهم يحسوا بيك
يخافوا على صحتك لما يشوفوك منهك، يقولوا لك كده بصدق كفاية كده يا باشا، اهتم بنفسك، اهتم ببيتك، اهتم بأسرتك، احنا لا، احنا امورنا بخير. يكونوا صراحة معاك. انت كنت فاكر يعني ان دمك اللي بيتحرق عشانهم يعني هيحرك فيهم غريزة الرحمة شوية، وهيخافوا انك تقع لانك سندهم. المتوقع من الاصيل ان هو يرد الجميل بخوف ومحبة على الاقل، لكن الصدمة انهم استخدموا توقعاتك دي كلها ده عشان خاطر يذلوك اكتر. هم متوقعين انك انت ما بتتعبش، او بالاصح مش من حقك تتعب او تشتكي، فبيصدروا لك دايما الشكوى عشان يضمنوا انك انت مش هتبطل تدي. هم شايفينك مورد ملوش اخر. وش بقى لو شكيت من تعب بدنك بيعتبروا ده تهرب من المسؤولية، في حين ان شكوتهم هم مقدسة. هم بيسمعوك دايما انينهم كده الكذاب، عشان يحذروا ضميرك ويشغلوا لك الحتة اللي هي بتاعت جلد الذات. ومش عايزين ابدا يشوفوا الهيبة اللي بتضيع من وشك، لان دلعهم الشخصي اهم بكتير من الضرر اللي انت ممكن يقع عليك للأسف. التوقعات دي خلتك تخجل تشتكي من وجعك، لانك كنت مستني هم اللي يلاحظوا ان انا تعبت، هم اللي يلاحظوا ان انا استهلكت، لكنهم لا، غمضوا عينيهم تماما عنك او عن اي حاجة توجعك، وفتحوها على عينيهم دي، فتحوها على حاجات تانية بتخدمهم. هم بيتعاملوا معاك كأنك آلة، والصورة دي اللي بيتعاملوا بيها معاك تتحول بعد كده لفخ انت عمال واقع فيه. كل لما بتدي اكتر طمعهم بيزيد، كل ما بتدي اكتر طمعهم بيزيد. وبدل ما يطمنوا على صحتك بجد من قلبهم، لا، يعني بيخفوا عنك رفاهيتهم واخبارهم الحلوة وسعادتهم، عشان تفضل دايما حاسس انك المنقذ الوحيد لغرقهم الوهمي. هم مش شايفين الضغط اللي على اعصابك، لانهم عندهم الانانيه عاليه جدا، الدوز عالي جدا، لدرجه انهم مستخسرين حتى كلمه الف سلامه من قلبهم، يعني انها ممكن تعطل حاجات كتير. هم متوقعين انك هتفضل توزع كده من عمرك، فلو وقعت في نص الطريق هيشتكوا انك انت نكدت عليهم بمرضك يا اخي، لان علاقتك بيهم او علاقتهم بيك مبنيه على المنفعه والتماسكن، مش على الرحمة ببدنك وشبابك اللي بيروح ببلاش. انت بتكبر، انت اوريدي بتكبر وكبرت، فالعمر اللي بيعدي مش بيرجع. كل ده انت كنت متوقعه، وهم عارفين انك انت متوقع الحاجات دي كلها. طيب الواقع كان غير كده. الواقع بقى بيفوقك من الحلم ده. هم لا حسوا بيك ولا خافوا عليك، بل بالعكس، دول مدلعين نفسهم لآخر حاجة، وعايشين في رفاهية مطلقة تمام، بس من وراك مش قدامك. الواقع بيقول انهم بيستخدموا الاتصال للمصلحة بس، وقبليها بيفرشوا كلمتين بسيطة كده، بس في الاخر المصلحة بتبان. وعمرهم ما هيقولوا انهم مرتاحين، عشان يفضل باب الابتزاز العاطفي ده مفتوح 24 ساعة طوارئ. انت اللي بقيت في الاخر التعبان بجد، جسمك منهك، هندامك مهمل، نفسيتك تعبانة من كتر الشكاوي، صحتك بقت في النازل، هبتك كده مع شريك حياتك ابتدت تتهز بسبب الهم اللي انت شايله. الواقع ان شريك حياتك هو دايما اللي بيدفع الثمن معاك. هو محتاج حد يعني منور مزهزه. انت للأسف الشديد المواضيع دي كلها بتجيبك تحت، وبتلاقي يعني نفسك كده مع إنسان بتبقى مستنزف كده لدرجة انك انت مش قادر تضحك في بيتك.
هم شايفين ان دلعهم ورفاهيتهم دي اهم من علاجك لو انت تعبان، اهم من هدومك وشياكتك لو انت عايز تلبس وتتشيك. لا، انت بالنسبة لهم مجرد غطا بيضمن استمرار حياتهم المرفهة بس اللي هم بيخبوها عنك. الواقع انك بتتحول لغريب جوه بيتك في الاخر، لان بالك دايما مشغول بشكاوي وتمثيلية، تمثيلية شكوى كاملة. انت بتفوتك لحظات فرح حقيقية مع اللي خايفين عليك فعلا بجد. انت بتهمل السند الحقيقي اللي هو بيفرح لفرحك وبيحزن لحزنك، شريك حياتك. انت بتهمل الكلام ده كله عشان ترضي بس اللي هم بيألفوا لك تمثيليات والكلام ده كله شكاوي، اللي ما بيفكروش بس يعني الا لمصلحتهم، وما بيفتكروش بيتصلوا بيك الا لو في شكوى او مصلحة. كدابة في النهاية، شكوى كدابة، مصلحة حقيقية بس شكوى كدابة. الشكوى دي دايما بتسحب من رصيد اعصابك قبل ما تسحب من مادياتك. يعني احنا بنتكلم كل ده على الاعصاب وعلى الهيبة بتاعتك وعلى الضغط النفسي اللي بتبقى فيه. حق شريك حياتك انك تكون بخير وموجود بصحتك، مش انك يعني تموت نفسك عشان ترضى ناس عارفين طريق راحتهم كويس قوي، يعني بس يعني هم حابين يستغلوا. الواقع انك بتكبر في السن قبل اوانك بسبب الحاجات دي كلها، وهم بيبانوا في الاخر اصغر منك لانهم ما بيشيلوش هم وبياخدوا طاقتك يعيشوا بيها. للاسف البيت اللي ما بيعرفش يمثل ده هو اللي هيفضل لك. البيت هو ده اهم حاجة، ما بيمثلش تصاريح معاك اللي في البيت. شركاء حياتك دول ما بيمثلوش عليك. شبابك اللي بيروح في سواد شكواهم مفيش حد منهم هيرجعه لك تاني لما تقع ابدا. لما تقع بجد محدش هيقرب لك. لما تقع بجد وتكتشف انهم كانوا تمام التمام وامورهم بخير وهم في رفاهية وانت اللي كنت مضحوك عليك بكلمتين استعطاف وكده، دي مصيبة بالنسبة لك. بص بقى معلم، نصيحتي ليك ايه بقى؟ الحياة وقفات حازمة كده، والوقت ما بيستناش حد يا باشا، والشباب والعمر ما بيرجعش تاني، وصحتك وهبتك دول رأس مالك الحقيقي. أول نصيحة ليك، بطل تستنى يحسوا بيك، محدش هيحس بيك خلاص. اللي ما خافش على تعبك من الأول عمره ما هيخاف عليك في الآخر. ارحم نفسك منهم ومن عشمك الغلط، دي أول حاجة. تاني حاجة وتاني نصيحة، صحتك، هندامك، فرحتك هم الأولوية عندك. هم دول اللي شايفينك بجد. شريك حياتك هو سندك لما تقع. حافظ دايما على نورك كده في البيت عشانه، هندامك، هبتك عشانه، صحتك عشانه. تالت نصيحة، حط حدود حديدية كده لما يتصلوا عشان مصلحة أو عشان يفتحوا أسطوانة الشكوى إياها أو كده، برد بالواقع. أنا صحتي تعبانة ومحتاج شوية بس أهتم بنفسي وبيتي. وشوف كده هم هيعملوا إيه. غالبا هيختفوا لأن المصلحة خلصت. غالبا لما تقفل عليهم الباب، تعبان، أنا مش قادر، أنا عايز أهتم شوية باللي في البيت وكده، غالبا مش هيتصلوا تاني. رابع نصيحة، بطل تصدق النكد المنظم. الناس اللي بيداروا الفرحة عنك دول أعداء لسلامك النفسي، واللي بيحبك بجد هو اللي بيفرحك بخبر حلو الأول أو بخبر حلو، مش اللي يغمك بشكوى كدابة. تمام؟
خامس نصيحة: اخرج من دور المنقذ كده اللي انت عايش لي فيه، وسيب كل واحد يشيل شيلته، وخليك كده انت السند اللي بيخاف يعني على زعلك انت بجد. سادس نصيحة: ارفع راسك كده واهتم بشكلك وبهيبتك وبهندامك، يعني انت بتكافح عشان تبني عيلة، والعيلة دي محتاجة راجل قوي، مش انسان مكسور بالذنب كده يعني وحاسس بالذنب على طول وجلد ذات، لا. سابع نصيحة: بص في المراية. انا دايما بقول بصوا في المراية، شوف عمرك اللي بيتسحب كده، واعرف ان اللي بيصدر لك الهم وهو مدلع نفسه مش هيشيل وجعك ابدا بكرة لما تخلص طاقتك. تامن نصيحة: عيش حياتك بذكاء وشياكة، وحب نفسك، وشريك حياتك بصدق، لان السكن والسكينة وصحتك هم دول اللي هيفضلوا لك في الاخر لما كل الممثلين دول يخلصوا ادوارهم. ارحم نفسك وفوق لشبابك وصحتك ولدنيتك كده اللي بتضيع في هم مش بتاعك، ورد اعتبار بدنك اللي انت ظلمته سنين. الخلاصة: اللي ما حسش بيك وانت بتتحرق عشانه مش هيحس بيك وانت بقيت رماد كده فوق الايه يعني. فلازم تفوق لنفسك وتصون هيبتك اللي يستاهلها، يعني اللي هو شريك حياتك. تحياتي لكم، وإن شاء الله يا رب الرسالة تكون وصلت، ونشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد.